اوعدك لو شفت الفيديو ده للاخر لعبك هيتغير للابد. بعد التحديث الجديد كلنا بقى عندنا مشاكل، ان كان بقى في الحساسيه، في الاعدادات، كان في عناصر التحكم، ان كان في البنج. بس انا عندي الحل لكل المشاكل دي، وكل تحديث بعمل لكم فيديو زي ده، وده راي الناس في كل الفيديوهات اللي انا نزلتها من النوع ده. انا مش زي كل اليوتيوبر، انا بجيب لك الخلاصه وبالتفصيل كمان. مش هتحتاج تشوف اي فيديو تاني بعد الفيديو ده. قبل ما نبدا حط لايك وشير وسبسكرايب، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، بس هسيبكم مع شويه لقطات كده خفيفه في المود ده. وقت قصير نسبيا يعني. الله، انتوا الاثنين اسمكم احمد؟ بجد ولا ايه يا غراب؟ انصح كده. ايوه جيبكم يمين شمال فوق تحت. معلش بقى يا اخويا، انت الكل العاشر. الله الله، روقوا بس. سبحان الله، ما بقتش اموت بسرعه والله. لا ده انا مبسوط قوي 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 قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قول الكلات بقى بتاعتك. الولا برهوم حرفيا مش شايف قدامه ولا وراه، بس انا شايف وراه عادي. انا مستنيك يا صالح. يلا يلا انت هو يلا. زمانك بتشتم علي دلوقتي، عملت بلوك لبعض انت. ها احسن تستاهل عشان تخش. ورجعنا تاني يا كبير بعد ما شفت اللقطات. اكيد عجبتك، اكيد. سيبك بقى من اللقطات وكل حاجه، انا عايز افهمك ان انت لعبك هيوصل للمرحله دي. عايز مثلا تجيب واحد هنا، وفجاه عايز تجيب واحد هنا، وفجاه عايز تجيب ده وده وده وده. فاهم؟ كل ده في لحظه. يعني مثلا واحد بيضربك هنا، هتغير تضرب واحد بعيد هنا، هتغير اهو. الموضوع بسيط فشخ، وعندك الحساسيه مود بقى اهي. مش محتاج اقولك اكتر من كده، وتعالى ندخل في ايه، في الشرح على طول. بعد ما ظهرنا كل حاجه، انا عايز بقى دلوقتي ادخلك على الاعدادات على طول. واول حاجه هنبدا بيها عرض زر اطلاق النار الايسر، هنخليها تشغيل دائما. وضع اطلاق النار بالقوس والبندقيه اليدويه ضغط، ووضع اطلاق البندقيه ضغط. انا بشرح لك بالتفصيل، هفهمك كل حاجه اصلا. كمان مثلا خدنا سنايبر اهو، تمام. لو ضغطنا كده بعد ما عملناها ضغط، لو ضغطنا كده هنفتح سكوب ونضرب، وتضغط. لازم تضغط على زر الضرب. بص اهو، لازم تفتح سكوب وتضرب. لو احنا عملناها دلوقتي، عملناها اطلاق يعني دلوقتي، ضغط على زر الضرب اهو، قام فاتح لي سكوب تلقائي. ساعه ما اشيل ايدي هيضرب. ما انصحش بيها نهائي، لان انت لو واحد مثلا قدامك مش هتعرف تجيبه. فاهم؟ اهو لازم يفتح سكوب الاول. فانت هتخليها ضغط الاتنين. احنا بنخلي اهم حاجه ان احنا بنحاول نخلي اللاعب سريع، نخلي لعبك سريع. فاهم؟ فهنعمل اعدادات المنظار. اعدادات المنظار دي ايه؟ اللي هي السكوب اللي هو ده. فاهم؟ عشان تبقى سريع، لو عملته ضغط او عملته مختلط الاتنين وحشين. فانت تعملها اضغط باستمرار، يا دوبك بس تحط صبعك على السكوب تضرب اهو. شفت اسرع من كده اهو. انا بلمس بس السكوب اهو، لمسته فتح سكوب، شلت ايدي. انا بلعب 4 صوابع عموما او 5 ساعات، فانا بلمس السكوب يفتح، بشيل ايدي يقفل. فاهم؟ فانت هتدخل هتعملها اضغط باستمرار. تدوير الكاميرا اثناء الانحناء هتعملها ايقاف. ماشي؟ تبديل النطاق السريع تشغيل. زر المنظار المائل انقر تبديل المنظار، دي بتاعت انك تنقل ما بين السكوبات كده. فاهم؟ تعديل الطول البوري اضغط باستمرار او ضغط، هنعملها اضغط باستمرار. لو معاك دلوقتي سكوب 6 او سكوب 8 على الام 20. فاهم؟ دلوقتي فتحت عشان تنزل، استنى ابقى اخليها لك باينه اهي. انا قصدي على دي، بدل ما لسه هتقف عليها وبعدها تنزل لتحت، لا انت بتلمس كده بتنزل على طول اهي، ترفع على طول اهي. فاهم؟ اهي. هندخل اعدادات تاني، وبعدها هننزل تحت. خلصنا دي هننزل تحت اعدادات النظره الخاطفه. نظره خاطفه، في ناس بتقول لك البيك عندي مش شغال. طيب دلوقتي كان في 2 بيك هنا، هم راحوا فين؟ مش موجودين. هندخل اعدادات، هننزل تحت،
هنعمل نظرة خاطفة تشغيل، ونخليها برضو تضغط باستمرار، مش مختلط ولا ضغط، تضغط باستمرار، والنظر والمنظار مفتوح. لو دلوقتي شغلناها هتيجي تضغط على التبريك هيفتح لك سكوب. شوف، لو بتلعب اقل من 4 صوابع اعملها فعلها، لو بتلعب 4 شيلها على طول. اعمل بص ايقاف، وتدور الكاميرا طبعا ايقاف اهو. بص تعرف تبيك من غير سكوب، فاهم؟ عشان لو واحد جنبك مثلا، لو واحد مثلا جاي من بعيد انت عايز تشوفه اهو اهو، فاهم؟ انما لو انت مش يعني بص، انت ممكن تطلع بجسمك لو انت مش فاتح التبيك اهو. بص تطلع بجسمك كده، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزينك تبيك تخطف اهي اهي اهي. يا رب تكون فاهمني. خلصنا كل ده، عناصر التحكم الاساسيه خلصناها، ندخل على عناصر التحكم المتقدمه اللي فوق دي. بص بقى في السريع كده، هنعمل ما ايه؟ العلامه العالميه تشغيل، مساعده علامات تشغيل، دي لما بتدمج حد بيبان لك زي مارك كده بعيد، فاهم؟ زي كده، فاهم؟ فاحنا هنعملها مساعد العلامات تشغيل. المؤثرات الصوتيه لاصابه الراس، دي لو احنا دي بتاعت الهدات، سمع؟ لو قفلتها مش تسمع الاصوات بتاعت التن لما بتاعت الخوذه دي اهي. بص اكنك بتضرب فاضي عادي، ودي مش احسن حاجه، لا انت خليها عشان تعرف انت اديت هيد ولا لا. هنخليها تشغيل. المؤثرات الصوتيه لاصابه الجسم برضو تشغيل. المؤثرات الصوتيه للايقاع والاستبعاد تشغيل برضو، فاهم؟ عرض زر لوضع الاطلاق هنخليها دمج، ماشي؟ قفز او تسلق دمج برضو. لو ان عملناها فصل مش هتعرف تنط على الحواجز. يعني بص انا عايز اطلع على البتاع دي، يعني مثلا لو انت عايز تطلع على اي مثلا جيت باب اهو، انت عايز تطلع من عليه، هو هينط طبعا عشان البتاع قصير، بس عموما مش بيمسك، فاهم؟ لازم تنط كده اهي. وفي حركه بعملها حلوه قوي، لو تنط من الشباك تقوم موطي وناطط اهي. بص مش عارف يمسك اهو. نقوم عاملين ايه بقى اهي؟ نخليها دمج اهو. بص بيطلع. جبنا قفز او تسلق دمج، وضعيه الجسوم والانبطاح ايقاف، مثل الالقاء السريع تشغيل، منطقه رمي الهيئه قمع. بص دي بيخليك ايه؟ بيخليك تختار ما بين النيد او المولوتوف او ايا كان، فاهم؟ اهي. منطقه رمي على هيئه قمع. التسلق التعاوني هنخليها تشغيل. القاء العناصر قابله للاستهلاك تشغيل. وضع المستخدم الشفافه ايقاف. الانزلاق في الساحه ايقاف. مبادله الاف بي بي دي بتاعت ايقاف او تشغيل، دي بتاعت منظور الشخص اهي. منظور الشخص الثالث الاول اهو. بص مكتوب اهو الشخص الثالث او الاول اهو، ماشي؟ ديناميكية حمل السلاح الذكيه تشغيل طبعا. نيجي بقى لمنظور الايباد، والناس اللي بيقول لك منظور الايباد اختفى، والناس اللي بيقول لك مش عارف ايه، والاف بي بي وحاسيه الركض. اهم 3 عندك في اللعبه. لو خليناها 80 هتبص كده، هتبص على الشباك اللي فوق ده، هنبص على الشباك اللي فوق ده، تمام اهو. انا باص فين؟ باص في الباب، باص للباب اهو، تمام؟ على ايه؟ على الحافه بتاعت على الحافه دي كده، ماشي اهو. انا مش شايف الشباك اللي حته صغيره خالص، صح؟ دلوقتي لو انا عملت ايه؟ لو انا عملتها 80، لو عملتها 90 اهي. بص انا دلوقتي باص برضه نفس البتاع. بص الشباك باين منه قد ايه. بص اللاعب اصلا رجليه بنت ازاي. بص في ناس بتعملها 90، في ناس بتعملها ايه، يعني مثلا لو في واحد داخل من هنا اهو، انا شايفه صح، انا شايفه من الباب اهو اهو، هعرف اجيبه كده. انما لو عملتها 80، بص بص يا كبير، بص انا واقف في نفس المكان، واقف في نفس كل حاجه، بس مش شايف، لازم احرك الشاشه كده عشان اشوف، فاهم؟ فدي برضو ايه لازم، يعني بص انت هتبان لو انت عملت كده، يعني لازم ابان اهو، لازم ابان عشان اشوف الباب اهو، فاهم؟ انما لو خلتني واقف في نفس المكان اهو في نفس المكان انا مش شايف حاجه، وخليتها 90 اهو اهي. بص الباب باين ازاي، كل الباب باين اصلا، فاهم؟ اهو. فالحل ايه؟ ان احنا نخليها 80. هتستغرب ليه؟ طب ما 90 حلوه ومبينه. لا، هتضيع لك ايمك، هتضيع لك ايمك قوي. والاف بي 3 طبعا هنعليها على الاخر، عشان لو انت مثلا ايه بتبقى منظور اهو. بص بتبقى منظور واسع وبتاع، انت مش بتبقى محتاجه قوي،
فاهم؟ وحسيت الركض خليها 100 وكبر دماغك، واللي يقولك 80 و85 خليها 100 وكبر دماغك نهائي، وما تشغلش بالك خالص عشان تعرف تجري، عشان تعرف تظبط الكلام، فاهم؟ وهنجري حوار الجويستيك دلوقتي، انا خليه مصغرها قوي كده، انا هفهمك دلوقتي. اسلوب العلامه هنخليها عصري، اكيد عارف دي بتاعه المارك، فاهم؟ اهي دي بتاعه المارك اهي، بص بيبان لك ازاي تبقى شكلها احسن يعني. اضغط باستمرار لتشغيل عجلة الحركة التعبيرية الجرافتية، هنخليها عصري او كلاسيك عادي اللي انت عايزه. نمط عجلة التحديد برضو عصري او كلاسيك عادي. دي بتاعت اهي دي، هو قصده على دي اهي، ماشي. الركض يعطل وضع النزجة الخاطفة، هنخليها ايقاف. مساعدة الاستهداف تشغيل، انا جيت فترة قفلت مساعدة الاستهداف ده، بس لا شغله هو حلو. المؤشرات الصوتية في الشاشة الرئيسية هنخليها الوضع الكلاسيك. تحديد موقع الإصابة تلقائي تشغيل. صوت تنبيه انخفاض الذخيرة ايقاف، عشان دي بتوترني فشخ لما انا مثلا ايه اجي اضرب على واحد والسلاح يجي يخلص، انا عايز السلاح يكون نفس صوت الطلق اهو، بتنبهني بقى، بحس ان السلاح خلص واحس ان انا مت. لا اللي خليني اعمل كده، لا هنخلي صوت تنبيه انخفاض الذخيرة ايقاف. مسرع الشفاء تشغيل. استخدام الضمادات بشكل متواصل تشغيل. فتح الابواب تلقائي تشغيل. محجوب من قبل الجدران ايقاف. هفهمك ليه دلوقتي لو في واحد قدامي كده اهو، في علامة في النص اهي، مش عايز انا النقطة دي تختفي، مش عايز تختفي، انا عايز اعرف هضرب على مين اهو، ابقى انا عارف العلامة رايحة فين. انما لو عملت بتاع دي ايقاف محجوب من قبل الجدران تشغيل اهو، بص هتلاقي في علامة بلوك كده اهي، لا وحشة جامد يعني، ما تبقاش احسن حاجة. فهنخليها ايقاف. تسريع التمرير الافقي تشغيل، ما تقفلهاش عشان هتقفل لك الدنيا. بص لو عملتها هتلاقي ان لاعب بطيء مش عارف يتحرك اهو، بص دي لفة كاملة اهي، يعني دي بالنسبة لي لفة كاملة. شوف بقى لو انا عملتها، انا اصلا معلي الحاسية على الاخر، فلو انا عملت تسريع التمرير الافقي دي تشغيل، بص هتلاقي لا بص لفة كاملة، بص بيرجعني نفس المكان بنفس النقطة اهي، بيرجعني نفس النقطة اهو، عشان ده بس انا ايه، عشان انا معلي الحساسية. انا بحبها كده عشان احس ان انا ايه متحرك ومتحكم في البتاع ده اهي، احس ان انا متحكم في اللعبة اكتر لان بلعب فول جيروسكوب. نرجع تاني. رسائل المباراة تلقائية ممكن نخليها تشغيل او ايقاف، بتبقى بقول لك يمكن اعداد ستكون بعض الاجراءات المعركية مصحوبة رسائل صوتية ونصية لمساعدة اللاعبين، هنخليها ايقاف عشان ما بحبش الدوشة. اضغط باستمرار لفتح الخريطة ايقاف. عرض خط مسار الرمي اهي، دي لما انت تحدف ند او حاجة، ماشي بيبان لك زي خط كده. تجهيز اسلحة الاشتباك التلقائية ايقاف. سريع الاشتباك ساطورة او خنجر زي ما انت عايز. طريقة مقاطعة اطلاق النار على طول مفيش وقت اهي. القفز التلقائي هنخليها ايقاف. اضغط على الشاشة لتحديد الموقع ايقاف. تابع مزارة الهبوط الافتراضي ايقاف. الجيروسكوب هنشغلها، لو انت بتلعب الجيروسكوب اقفلها، بس انا بشغلها. عكس الجيروسكوب ايقاف. تصويب الاماكن المتفجرة بالجيروسكوب ايقاف. ميزات التصويب دي ممكن انت تشغلها ممكن تقفلها، بس انا ما يعني في اغلب الوقت ما بقتش احبها صراحة اهي، اللي هي بتوسع لك المنظور دي اهي، شوف بتبقى توسع المنظور ازاي. دي مثلا لو اللاعب في الشمال ولا حاجة ممكن تستفاد بيها، لو اللاعب مش اهي بص، لو اللاعب في الشمال ولا حاجة ممكن تستفاد اهي، بص لو شلتها اصلا اهي هي باين لك اللاعب اهي. دي بتبقى حلوه قوي في فايت الشمال اهي، لما تضغط عليها كده بتبين لك اللاعب اهي، بتوسع لك المنظور شويه. فانا مش بحبها قوي لانها بتلخبطني شويه، بان التحديث ده فيه زراير كتير قوي، فانا بالنسبه لي لا صعبه فشخ.
دلوقتي خلصنا عناصر التحكم المتقدمه والاساسيه. تعالى دلوقتي ندخل على الرسومات. الرسومات بقى يا باشا سهله فشخ. انت هتخلي اول حاجه مخصصه من فوق كده، ماشي، وبعدها هنجيب القتال وساحه الانتظار نعملهم زي بعض. هنخلي القتال اي حاجه عليها بيتا ما تستخدمهاش، فاهمني؟ هنخلي القتال سلسه، واكتر حاجه دلوقتي عندك تحت اعدادات معدل الاطار هنخليها الترا اكستريم او انكاك قويه او فائقه او مرتفع ايا كان اللي عندك، ونخليها ضبط يدوي كده، ماشي. انا بلعب 120 فريم، هنخليها سلسه وضبط يدوي. واعدادات الرسومات المتقدمه دي اهم حاجه. هنخلي تنعيم الحواف تعطيل، خلي كله تعطيل. اعدادات توفير الطاقه والرسومات التكييفيه وتحسين رسومات ساعه الانتظار، كل ده تعطيل، تمام. وهنيجي على الالوان هنخليها ملون. وهنيجي على السطوع هنخليه 115 120 زي ما انت شايف، عشان الاضاءه بتبقى حلوه يعني. واجهه المستخدم الشاشه الرئيسيه استخدم على حسب جهازك بيدعم 30 استخدم الشاشه مقوسه او الشاشه بشريط علوي، اعمل اللي انت عايزه، فاهم؟ ووضع عمل الوان هنخليها عاديه. وكده الرسومات نكون انتهينا منها، فاهم؟ هتلاقي فوق كاتب لك معدل اطار مرتفع، الرسومات عاليه الدقه، معدل اطار اكستريم، الرسومات سلسه، فاهم؟ لو لقيت كده اعرف ان الرسومات بتاعتك مظبوطه 100%. ما تستخدمش اي حاجه من اللي فوق دول. هندخل دلوقتي على مفاتيح التحكم. مفاتيح التحكم في ناس بتختار المخط الاول والثالث، انا عن نفسي بختار الثالث لان بحس ان هو فيه تحكم اكتر في الجيستيك. فدلوقتي الجيستيك انا عاملها كام؟ ها، تفاجأ معايا 65. وات ذا هيل نو 65 ورافع البتاع دي لفوق خالص كده. اقول لك ليه؟ لان انا جربت كل حاجه لحد ما تعبت، فاهم؟ فانا حاسس ان دي اكتر حاجه يعني مظبوطه. وبخليها تحت صبعي بالظبط وعلى قد الابهام بالظبط. انا ابهامي يا عم صغير، يا عم انا ابهامي صغير، اعمل لك ايه طيب؟ هي بتبقى كده اهي. وتعرف منين ان هي مظبوطه ولا لا؟ بص تحت كده هتلاقي في خط هنا، فاهم؟ حاول تعمل ايه؟ حاول تمشي يمين شمال بقى اهو. لو اتحركت قدام او ورا، بص انا واقف لسه على نفس الخط اهو، لو اتحركت قدام او ورا هتبقى الدنيا مش مظبوطه. لسه واقف على نفس الخط، الجويستيك كده ايه اتظبطت. فانت لما تيجي تلعب هتحس ان لعبك متحكم فيه 100% اهي. انا المشكله ان انا بستخدم في الكلاسيك انا بستخدم ال 65 فعلا، يعني دي بتبقى 65 فعلا اهي 65. في التي دي ام بعملها 120. ليه؟ لان بحس ان في التي دي ام بتبقى ايه احسن. لو انا كبرت الجيستيك بتبقى احسن، فاهم؟ اهي. لان انت مش محتاج في التي دي ام كده الحركه بتاعتك، فاهم؟ ما بتفايتش كذا واحد، انت بتفايت واحد بس. بص، فانت استخدم المخطط الثالث وحاول تلف الدايره دي زي ما انا بلفها كده، فاهم؟ اللي هي دي ودي بحس ان هي بتوصل لك. لو انت بتلعب 4 صوابع بتوصل لك البتاع ده اسرع. وحاول تخفي الزراير، انا بس ظاهرها عشان الحوارات اللي احنا بنعملها دي. وخلي الالغاء تحت البتاع ده السكوب، فاهم؟ اسرع يعني واسهل وكل حاجه، فاهم؟ وهنضغط حفظ وهنخرج. والحساسيه طبعا هنجي لها فيديو لوحدها، فاهمني؟ هنجيب لها فيديو لوحدها يا باشا. و زي ما انت شايف الحساسيه بتاعتي اهي، ماشي. والجيروسكوب برضه اهو زي ما انا بقول لك فول كله اهو. اداره السحابه تعملها استحابه حسنا اهي. ندخل اهي، ده كود الحساسيه اهو 4 صوابع ايباد، ده الكود الحساسيه بتاعي. وده كود مفاتيح التحكم برضه عشان الناس اللي بتحب ان هي تاخد اهي. خد بسكرين للشاشه او خد اي حاجه اظبط الدنيا، ماشي. الالتقاط طبعا انا مظبط الالتقاط قبل كده، بص برضو عليه بصه لو انت عايزه اهو، عشان برضو الشنطه بتاعتك ما تتملاش في الاخر. ودول حاجات مخصصه، دي حاجه انت مثلا بتفضلها للام 4 اهي. تاخد مثلا دي ودي ماشي اهو. دي حاجه انت بتفضلها للام 4، انا مثلا حطاها
ومثلا ممكن اضيف سلاح تاني، ممكن اضيف الاي كي ام. شوفوا انت بتحبوا ايه. اهو الاي كي ام انا بحب مثلا دي موسع، والفوهة تكون دي برضو، والمنظار يكون هولو، فاهم؟ ما فيش اي مشكلة، مش هياخد الا دول، يعني هو مش هياخد الا دول. المهم هنعمل تاني الحركة بتاعت اول الجيم اول الفيديو يعني. نعملها دلوقتي، مثلا واحد هنا وواحد هنا، ماشي، وواحد هنا تاني، فاهم؟ هتبقى سريع فشخ اهي. انا مش محتاج اكتر من اللايك والفولو والكلام ده عشان انزل لكم فيديوز كتير. اوكي حبايبي يا اخواتي، انا رقص لكم الرقصه، واللبسه دي بالمناسبه كانت لسه طالعه لي وانا قبل ما اصور على طول. ماشي يا اخواتي حبايبي يا رجاله. بعد ما خلصنا الفيديو وشرحت لك كل الاعدادات وعناصر التحكم والرسومات وكل حاجه بالتفصيل، لو انت بقى عملت ونفذت كل اللي قلت لك عليه، لعبك هيتغير حرفيا 100% وتبقى لاعب محترف زي كده. واستنوا مني فيديو الحساسيتي هشرحها لكم بالتفصيل الممل، هخليك ايمك نار. ولو استفدت من الفيديو حط لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش الفولو على التيك توك. بالمناسبه قربنا نوصل 100,000، وصلنا 100,000 على التيك توك، فيلا بقى اشمعنى اليوتيوب يعني. واسف على التاخير يا اخواتي ان انا ما بنزلش هنا كتير، بس خلاص الفتره الجايه هنزل كتير فشخ. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام يا رجاله.